استنى عندك، انت لما تكون في حاجه هتعملها بتقول ايه الاول قبل ما تعمل الحاجه دي؟ ان شاء الله هعمل كده. طب ثواني، مين قال لك صح اصلا انك انت تقول ان شاء الله؟ مش المفروض تقول باذن الله هعمل كده؟ اكيد الحوار ده جه في دماغك قبل كده، انك انت مش عارف امتى تقول ان شاء الله وامتى تقول باذن الله، واكيد اول مره تعرف اصلا ان في فرق ما بين ان شاء الله وباذن الله. فتعال اقول لك كده بكل بساطه جدا امتى تقول ان شاء الله وامتى تقول باذن الله. اول حاجه امتى تقول ان شاء الله؟ بكل سهوله جدا تقول ان شاء الله لما تكون في حاجه انت هتعملها، فهنا تقول ان شاء الله. يعني مثلا صاحبك دخل اتفق معاك على حجز كوره او على خروجه، فاتفقت على اليوم، فتقول ايه؟ خلاص يا اسطى ان شاء الله بكره هكون معاكم. فانت هنا ليه قلت ان شاء الله؟ عشان دي حاجه انت هتعملها. فخدها قاعده كده، اي حاجه انت هتعملها هتتدخل فيها تقول ايه؟ ان شاء الله. والدليل على كده ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران، وانت سمعت الايه دي كتير على فكره، ربنا بيقول ايه في القران في سوره الكهف؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. يعني ربنا بيدينا درس انك انت ما تقولش ابدا اي حاجه انا هعمل كده الا لما تقول ايه؟ ان شاء الله انا هعمل كده. فخلاص من دلوقتي بقى اي حاجه انت دلوقتي بتفكر وناوي انك انت تعملها ما تنساش تقول ايه؟ ان شاء الله هعمل كده. عشان يعني ايه؟ ما يصحش يعني انك انت تقول انا هعمل كده، لا، المفروض الصح يعني وتأدبا مع ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله انا هعمل كده. طيب اما بقى باذن الله امتى تقول باذن الله؟ بص يا باشا بكل بساطه جدا، اي حاجه انت مستني ان هي اللي تحصل، يبقى اي حاجه انت مالكش دخل فيها يعني ومالكش يد فيها، دي ما مستني ان هي تحصل، فهنا تقول ايه؟ باذن الله. يعني مثلا باذن الله بكره يحصل كذا، مثلا باذن الله بكره يجي كذا، يبقى اي حاجه انت مالكش يد فيها او مالكش دخل فيها فتقول ايه؟ باذن الله. اتحداك انك انت لو عملت منشن لاي حد من صحابك هيكون اول مره يعرف منك ايه الفرق ما بين ان شاء الله وباذن الله، وامتى يقول اصلا ان شاء الله وامتى يقول باذن الله. فاعمل منشن بقى لاي حد من صحابك وعرفه من خلالك. واخر حاجه زي ما انت عارف طبعا انا عموره اللايف كوتش بتاعك.